من أنتم؟ من أنتم؟ من الذي أتى بكم؟ من الذي أتى بكم؟ من أنتم أيها الجرذان؟ من الذي أعطاكم حبوب الهلوسة؟ من الذي أعطاكم حبوب الهلوسة؟ من أنتم؟ من أنتم؟ القاتل المجرم. أنتم تتعاطون حبوب الهلوسة، أنتم تتعاطوا حبوب الهلوسة. أنا معمر القذافي، ملك ملوك إفريقيا، ملك ملوك إفريقيا والعرب. أنا معمر القذافي، أحكم إفريقيا وأمريكا اللاتينية. أنا معمر القذافي، ملك القبائل في إفريقيا، ملك القبائل في إفريقيا. أنا أحكم البيت الأبيض المتوسط، أنا أحكم العالم كله. إن كنت حاكم سأطرح عليك سؤال. تطرح علي سؤالي؟ تفضل تفضل. الأخ القائد، الأخ القائد، أنت تقول إنك زعيم الثورة. انتظر انتظر حتى أنتهي من خطابي. سأعطيك فرصة لكي تتحاور معي. أنا معمر القذافي، أنا ما رئيس، ما عندي منصب حتى أستقيل منه، ما عندي منصب حتى أستقيل. أنا قائد ثورة، وقائد الثورة إلى الأبد، قائد الثورة إلى الأبد. لو كان قائد الثورة حتى الموت، قائد الثورة حتى الموت. وعندما يموت يتم إعدام الشعب كله حتى أحكمهم في المجابر، حتى أقوم بحكمهم في المجابر. أنا أدخلت عليكم الكهرباء، أدخلت عليكم الكهرباء، ولولاي لشاهدتم التلفاز في الظلام. أدخلت عليكم الكهرباء بيت بيت، حارة حارة، زنجة زنجة. لولاي لشاهدتم التلفاز في الظلام. انتصرت على كل العالم، انتصرت على كل العالم. لن تنتصر. انتصرت على السادات، انتصرت على هولاكو، انتصرت على مبارك، وانتصرت على أبو تريكة. اهدأ قليلا، سأقول لك شيئا. أسئلة، قليل أسئلة، أرجوك أعطني بعض الوقت لأعطيك الأسئلة. أول سؤال. الأخ القائد، الأخ القائد، أنت تقول إنك زعيم ثورة ولست رئيس دولة، فأين كنت أثناء قيام الثورة؟ كنت في الحمام، كنت في الحمام. كان عندي إسهال، أو كان عندي إمساك، كان عندي إمساك، أو يبدو إن كان عندي إسهال وإمساك في وقت واحد. كان عندي إسهال وإمساك في وقت واحد. لا بس اللي أنا افتكرته إن أنا ما كانش عندي حاجة، ما كانش عندي حاجة. كنت قاعد في الحمام شوية كده بتسلى، كنت قاعد شوية في الحمام. تفضل. شكرا. زنجة زنجة دار دار، زنجة زنجة دار دار، يا قذافي جبت العار، يا قذافي جبت العار. الأخ الزعيم، الأخ الزعيم، تقول إنك أنت الذي أخذت نظارة شيخ المجاهدين عمر المختار، ونحن نعلم أن الذي أخذها طفل اسمه علي، فما هي الحقيقة؟ وانا صغير كانوا يدلعوني يقولوا لي علي، ولما كبرت بقيت معمر. ما في فرق، ما في فرق، ما في فرق بين علي ومعمر، ما في فرق، ما في فرق. تفضل تفضل. يا قذافي وينك وينك؟ يا قذافي وينك وينك؟ عمر المختار بيننا وبينك، عمر المختار بيننا وبينك. تفضل. هل عندكم من أسئلة؟ خلصتوا الأسئلة؟ لن. لا, لا نعم. لن. ماذا تقول؟ يا حلال العقد، يا حلال العقد، ما حكاية دولة إسراطين؟ دولة إسراطين، دولة إسراطين يعني اخوالي كانوا يتخانقوا مع اولاد عمي، وخلاص يعني ادت لهم حل ان احنا يعني نضربهم في الخلاط كده ويطلعوا دولة واحدة إسراطين، نضربهم في الخلاط ويطلعوا دولة إسراطين، دولة إسراطين. وده حل سياسي كبير ما حدش يقدر يوصل له. يا قذافي وينك وينك؟ يا قذافي وينك وينك؟ بن علي ومبارك منتظرينك، بن علي ومبارك منتظرينك. يا عالم العلماء، يا عالم العلماء، بماذا تنصح الطلاب؟ أنصح الطلاب، أقول للطلاب إياكم أن تلهيكم الامتحانات عن المذاكرة، إياكم أن تلهيكم الامتحانات عن المذاكرة. عليكم أن تذاكروا ولا تذهبوا إلى الامتحانات. أهم شيء هو المذاكرة، أهم شيء المذاكرة. تفضل تفضل.
ليبيا حرة حرة، ليبيا حرة حرة، والقذافي يطلع برا، والقذافي يطلع برا. حسنا تنوير. يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، حفظك الله ورعاك، يشاع عنك إنك تعارض تولي المرأة حكم البلاد، فما رأيك؟ فما رأيك؟ أنا لست ضد المرأة. من حق أي امرأة أن تترشح للانتخابات ذكرا كانت أم أنثى. من حق أي امرأة أن تترشح للانتخابات ذكرا كانت أم أنثى. تفضل. مصر وليبيا إيد واحدة. لا، مصر وليبيا إيد واحدة. مصر وليبيا إيد واحدة. مصر وليبيا إيد واحدة. تفضل. أيها المرشد العام للفلاحين والمزارعين، لماذا لم تهتم بالزراعة في ليبيا؟ هذا كلام يقوله الجاحدين، هذا كلام يقوله الجاحدين والجرذان. اذهب إلى ليبيا، اذهب إلى ليبيا وسترى المكرونة. لقد زرعت ليبيا، قمت بزراعة ليبيا بالكامل بالمكرونة، مكرونة بالبشاميل ومكرونة مسروقة وكل أنواع المكرونة. من الذي قال هذا؟ هؤلاء حاقدين، جرذان. أنت هو الجرذان. أنا لست جرذان. حسن اهدأ. شايفني مجنون ولا إيه؟ نعم بالفعل أنت مجنون. يا سفاح كفاية ظلم، يا سفاح كفاية ظلم، خليت البلاد دم في دم، خليت البلاد دم في دم. تفضل. حسن نحن نتكلم. يا شريف الشرفاء، يا شريف الشرفاء، أين ذهبت نقودنا؟ أنا بحوشها ليكم. ولازم تعرفوا إن الفقراء يدخلوا الجنة قبل الأغنياء ب 500 خريف. ذنبي إني عاوز أدخلكم الجنة؟ ذنبي إني عايز أدخلكم الجنة؟ مش عاوزين تدخلوا الجنة ولا مش عاوزين؟ عايزين ندخل بالجنة، بس انتوا تدخلوا الجنة يا جرذان يا فئران. وعيب طول انتوا تدخلوا الجنة يا جرذان يا فئران. امال انتوا ايه؟ احنا اقوياء. انتوا اقوياء، وروني كده. انا الزحف المقدس لم يبدأ بعد، الزحف المقدس. حسن. حلج حوش حرامي حلج حوش حرامي حلج حوش حرامي. أيها الأب الحنون والحضن الدافئ، لماذا حكمت أطفال بنغازي بالإيد؟ أنا لم أحكمهم. ما في إيدز. القضاء البلغاري، أنا أحترم القضاء البلغاري أعطاهم براءة وهم في الطيارة. إذا ما في إيدز. حسنا يا كذاب. اشهد يا تاريخ علينا، اشهد يا تاريخ علينا، القذافي يسرق فينا، القذافي يسرق فينا. اشهد يا تاريخ علينا، اشهد يا تاريخ علينا، القذافي يسرق فينا، القذافي يسرق فينا. تفضل. يا طبيب الأطباء والبلسم الشافي، لماذا لم تبني مستشفيات متطورة للشعب الليبي وتركتهم يذهبون للعلاج بالخارج؟ يعني بدي حق عليا اللي عايزكم تتفسحوا، حق عليا اللي بخليكم تتفسحوا في الخارج. ماذا افعل معاكم تاني؟ يا قذافي وينك؟ يا قذافي وينك؟ دم الشهداء بيننا وبينك، دم الشهداء بيننا وبينك. يا قذافي يا جبان، يا قذافي يا جبان، الشعب الليبي ما ينهان، الشعب الليبي ما ينهان. يا منشد السلام العالمي، يا منشد السلام العالمي، لماذا تولي أقاربك وأبنائك الوظائف الهامة؟ أنا أسير بالمثل المصري اللي بيقول اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش، ودول سرقوا وشبعوا ولسه هنجيب ناس تسرق تاني وتشبع.
قول اللي معمر وعياله ليبيا فيها رجالة. قولوا معمر وعياله ليبيا فيها رجالة. قول اللي معمر وعياله ليبيا فيها رجالة. قولوا معمر وعياله ليبيا فيها رجالة. جرزان 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 جرزان. اسمه يا جرز. جرز؟ ايه جرزة دي؟ اسمها جرزان جرزان جرزان. جرز تعني كلمة واحدة يعني فأر واحد. جرزان يعني فئران. يعني هل تفهم أيها الجاهل؟ نعم. جاهل. نعم. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ تاريخ علينا، جاهل بيحكم فينا. جاهل بيحكم فيكم؟ انت جاهل. خلص الأسئلة، خلص الأسئلة، أنت مش عارف تقراها دي، خلص الأسئلة. يا فيلسوف العصر، يا فيلسوف العصر، يا فيلسوف العصر، لماذا لغيت مادة اللغة الإنجليزية؟ الراجل اللي اسمه مارجريت تاتشر هذا أنا زهقان منه قوي، أحرجني قدام أهلي. وبعدين أنا كنت بنرسل فيها وأنا صغير كنت بنرسل في هذه المادة، فريحت الشباب منها خالص. لا، اللغة الإنجليزية لغة جميلة، لا تمنعنا من العلم، لا تمنعنا، والعربية يجب أن نتعلم كل اللغات، ويجب أن نكون أقوى علما. اشهد يا تاريخ علينا، اشهد يا تاريخ علينا، جاهل ويحكم فينا، جاهل ويحكم فينا. الأخ قائد، الأخ قائد، بماذا تنصح الشباب؟ أنصح الشباب أقول له بر الوالدين أهم شيء، بر الوالدين أهم شيء. بس بر الوالدين أهم من إنك تطيع أبوك وأمك. بر الوالدين أهم من إنك تطيع والديك. أهم حاجة بر الوالدين. وتخفض لهم جناح الذل. مفيش مشكلة، ماشي، مش مشكلة، أنا عندي ديمقراطية، أنا راجل ديمقراطي. اصمت. لا أصمت؟ إعدام، الكتاب الأخضر يقول إعدام، اللي يقول للرئيس اصمت إعدام. نحن نتبع القرآن. وأنا أتبع الكتاب الأخضر، أنا أتبع الكتاب الأخضر. اصمت. دم الشهداء ما يمشيش هباء، دم الشهداء ما يمشيش هباء، دم الشهداء ما يمشيش هباء، دم الشهداء ما يمشيش هباء. يا عميد الحكام العرب، يا حميد الحكام العرب، لماذا تركت العرب واتجهت إلى الأفارقة؟ العرب هؤلاء جرذان، العرب جرذان، وأنا أتبع الأفارقة يقتلون الجرذان، الأفارقة يقتلون الجرذان وأنا بحاسبهم. أنا حاسب الأفارقة على قتل الجرذان. اسمه دي يا دكتاتور. جاك الدور. دكتور يعني تقصد؟ أيوة أنت دكتور. دكتور يا دكتاتور طاغية. دكتور يعني طبيب؟ لا، يا دكتاتور أيها الجاهل. دكتاتور أيها الجاهل؟ نعم. يعني طبيب ولا إيه يعني؟ دكتاتور معناها ولا ديك رومي؟ اصمت. تضحك عليه يا ولد، تضحك عليه. إعدام إعدام إعدام. تضحكش. نحن نضحك على كلامك السخيف. كلام سخيف؟ نعم. إعدام أنت كمان، إعدام. الكتاب الأخضر يقول كده، الكتاب الأخضر يقول إعدام. جاك الدور يا معمر يا دكتاتور. جاك الدور يا معمر يا دكتاتور. جاك الدور يا مدمر يا دكتاتور. جاك الدور يا معمر يا دكتاتور. أيها القائد الأممي، لماذا تلبس مرة بدلة ومرة جرد ومرة عباءة ومرة زي إفريقي ومرة بجراب ومرة حافي ومرة أبيض ومرة أسود ومرة أحمر ومرة بنفسجي ومرة بنظارة ومرة من غير، وعلى كل صنف لون يا بطسطة. بطسطة إيه يا ولد؟ أنا ألبس أيها الجاهل، ادخل المدرسة وسوف تعرف كل شيء. اسمعني يا ولد يا معدوم. انت خلاص هتتعدم بعد الحلقة على طول. حقا؟ هتتعدم بعد الحلقة على طول. الكتاب الأخضر يقول كده، الكتاب الأخضر هو اللي يقول كده، أنا مش بتكلم من دماغي. الكتاب الأخضر، اقرأ الكتاب الأخضر بدل ما تتعلم في المدرسة. اقرأ الكتاب الأخضر. كتابك السخيف المجنون ده. اقرأ الكتاب الأخضر، فيه كل شيء، أنا بعرف فيه كل شيء علمية وثقافية واتبع القرآن. أنت تتبع القرآن؟ نعم.
احفظ الكتاب الاخضر. لو حفظت الكتاب الاخضر كنت عرفت ازاي تتكلم مع الرئيس بتاعك. كان معايا كتاب اخضر قطعته. اسكت بقى. قطعته؟ اعدام حرقا، اعدام حرقا. الكتاب الاخضر بيقول كده، اللي يقطع الكتاب الاخضر اعدام حرقا. ماشي. ماشي رايح فين؟ مش افهم اصبع. انا لا مجاوب على السؤال بعد. يا ابن انا البس الوان لاني متعاقد مع شركه بعمل لها عرض ازياء لحكام العالم والحكام العرب. بعمل عرض ازياء. أرجوك الشركه متعاقده معايا حصري. أرجوك لا تقاطعني. اتفضل. هل تظن انك محترم مهذب حقا؟ يا ابن البادية، يا ابن البادية، لماذا تأخذ خيمتك عندما تسافر لأي دولة؟ اريد ان اكون ضيف خفيف. ممكن ما يكونش عندهم سراير كفايه. يا بخت منظر وخفف، هذا مثل عربي اصيل. يا بخت منظر وخفف. انا اخذ الخيمه بتاعتي، ما تعرفش ممكن يكون من الممكن ان يكون ما عندهمش سراير. تفضل. زنجة دار يا قذافي جبت العار، يا مفتي الديار الليبية، ما سبب مخالفتك للعالم الإسلامي في مواعيد صيام رمضان والأعياد؟ هؤلاء جرذان. انا قلت لك ان هؤلاء جرذان يتبعون القرآن والسنة. انا اتبع الكتاب الاخضر. وانا اتبع القرآن والسنة. انا اتبع الكتاب الاخضر فيه كل حاجة. فيه تعرف العيد امتى والوقفة امتى، وتعرف كل حاجة. كل ده موجود في الكتاب الاخضر. هم يتبعون القرآن، انا اتبع الكتاب الاخضر. ماشي. بتقول ايه؟ ولا حاجة. اصمت. حسنا، سأصمت وأصمت أنت أولا. أصمت، أعطيني كلامة دقيقة. أعطيك دقيقة. أصمت. زنجة دار السملوس مع صوار زنجة دار السملوس مع صوار سأعدم قبيلة السملوس بالكامل. نحن أعرق قبيلة. سأعدمكم بالكامل بعد أن أنتصر على الجرذان. يا قائد الشجعان، أين أنت الآن؟ أنا في مستشفى الولادة. بقدم واجب. فيه إنسانة بتولد هناك وبجيب لهم مية سخنة هناك. وبعدين أنا هرجع تاني للجرذان. لابد أن أقتل الجرذان الذين جعلوني في مستشفى الولادة. هؤلاء الجرذان لا يعرفون أن يتعاملوا مع القادة. الجرذان، القطط والفئران. هل تعلم إنك سخيف حقا وجاهل؟ وأنتم جرذان. هل أنت لديك كلمة واحدة لا تقولها؟ جرذان. وأنت تعرف تقول جرذان 10 مرات؟ نعم. قول كده جرذان 10 مرات. القذافي جرذان. سأضيف القذافي. لا، من غير بدون إضافة. جرذان كده على طول. يلا بسرعة. استنى. لا، كلها عشان أعرفك إن أنت اللي جاهل ومش بتعرف حاجة. قول جرذان 10 مرات. حاضر. جرذان. برافو عليك. أنا ديمقراطي. ايه، اسكت انت بس. يلا. يا ظالم الظلماء، يا ثقيل الظل، أخبرنا متى سترحل؟ متى سأرحل؟ أنا غير موجود أصلا حتى أرحل. أنا ما موجود في ليبيا حتى أرحل. تفضل. ليبيا حرة. والقذافي يطلع برا. خلصت الأسئلة ولا لسه؟ خلصنا الأسئلة، بس في حاجة. أنا هطلع فاصل. جهزوا الفاصل. اتفضل. الفاصل المقدس. جهزوا الفاصل المقدس. كل القنوات تاخد فواصل دلوقتي. فاصل. اتفضل قول عشان يطلع الفاصل المقدس. خطاب. اتفضل. خطاب ايه؟ خطاب كنت أقولها في الثورة. لا استنى، مش دلوقتي، بعد الفاصل. الفاصل المقدس هو الأهم. الفاصل المقدس. فاصل.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامج جيل المستقبل. الشعب يريد إسقاط النظام. هذه هي شعلة الثورات كلها، انطلقت من تونس مرورا بمصر ثم ليبيا ثم إلى اليمن. هذا الشعار هو شعار كل الثورات، كل الثورات العربية. فإلى أين ينطلق هذا الشعار؟ الثورة تبدأ بالشعب يريد إسقاط النظام وتنتهي بالله وحده أسقط النظام. هذا كان أجمل شعار قيل بعد تنحي مبارك. أتمنى أن يقال بعد تنحي أو زوال الطاغية القذافي وبشار الأسد، كما وعدنا في الحلقة الماضية بأن نأتي بالقذافي إلى هنا، وها نحن وفينا وأتينا بالقذافي، أتينا به إلى استوديو قناة الحكمة في برنامج جيل المستقبل. وها هم أحفاد عمر المختار، أتينا بهم. ها هم أحفاد عمر المختار، قصي ياسين السملوسي وياسين السملوسي. هم أبناء القبيلة العريقة، قبيلة السملوسي، التي فاوضها القذافي على أن يعطيها ثلث البترول، على أن يقفوا معه ويقوموا بقصف الثوار من الشرق، لكنهم أبوا. وذكروني بما حدث عندما وقف سيدنا سعد بن معاذ وقال: لقد كنا نحن وهؤلاء على الكفر، لا يستطيع أحد منهم أن يأخذ ثمارنا إلا قرا أو بيع، أفبعد أن هدانا الله للإسلام نعطيهم ثمارنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. بنرحب بياسين. أهلا وسهلا بك في استوديو قناة الحكمة وفي برنامج جيل المستقبل. هو ملقب ياسين، ملقب بخطيب الثورة الليبية هنا في مصر وفي العالم العربي. تفضل ياسين. أنا جدا سعيد بلقائي معاكم، وأنا بتمنى إن حظ طيبا ليكم ولقناة الحكمة. مش هنسى معروفي ليكم. أولا كلمة الثورة طب كلمة قبل ما تقول شعوب كلمة العالم رحب العربية. بأخوك قصي. وده أخويا قصي أخويا المتوسط. عندي أخ صغير اسمه محمود. أخويا المتوسط قصي عنده 5 سنين، قصدي 6 سنين، 6. عنده 6 بس سنين. ما راح KG 2. ما شاء الله ما شاء الله. راح KG 2، متفوق جدا. وانا ياسين السملوسي، انا عندي 8 سنوات، راح سنة 4. أهلا وسهلا بك في بلدك الثاني مصر. فلا توجد حدود، فالحدود وضعها الأعداء. إن شاء الله بعد نجاح الثورات لن يكون هناك حدود بين أي دول عربية، وسيكون الدخول بالبطاقة إن شاء الله. أنا عايز أسمع منك خطاب الثورة اللي حضرتك ألقيته أمام جموع الليبيين والعرب هنا في مصر وفي العالم العربي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن نحيي شهداء ثورة 17 فبراير الذين سفكت دماءهم من أجل أن نحيا جميعا. المجد للشهداء، المجد للشهداء، المجد للشهداء. ثانيا أنا أدعو رجال المجلس العسكري المصري بأن يعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي بقيادة الشيخ مصطفى عبد الجليل. ثالثا فيطوف ورائي ليبيا ومصر ايد واحدة. انا قلت كده في ليبيا وفي مصر ايد واحدة. قلت كده بعد ما قلت ثالثا بعد ما قلت ثالثا قلت: إلى ابن الأفعى زيف الإسلام أقول لك ارحل، ارحل ولا تحضر إعلامك القذر لأنه يكذب. إعلامك الكاذب كفاك كذبا وخديعا، فلن تجد أحد يصدقك في ظل وجود الإعلام العربي الحر، وعلى رأسه قناة الحكمة وقناة الجزيرة وقناة المستقلة. ما شاء الله. بعدين قلت: المجد للشهيد
علي حسن الجابر اتضرب كده، اكيد جداد ضربوه يعني، او ثوري. الجدادفة؟ ثوري اكيد مش عارفين. الجدادفة دول زي ولاد ابو اسماعيل عندنا كده. اكيد ثوري ضربوا. ثوري مثلا عمل الشرار كده بتاع المدفع، فالمراسل ميل كده وجاء في المصور اللي هو الشهيد علي حسن الجابر عليه رحمة الله. عليه رحمة الله. إن شاء الله في جنة الخلد. إن شاء الله إن شاء الله. وبعدين هتفت قلت المجد لقناة، أقول قناة الحكمة والجزيرة المستقلة. المجد لقناة الحكمة وقناة الجزيرة والمستقلة. قلت بقى رابعا يجي إلى طاغية ليبيا، إلى مسؤولين العصر، إلى المدعو مدمر القذافي، أقول لك ارحل وتعلم الدرس، فلكل ظالم نهاية، وهذه هي نهايتك، وتذكر قول جدي عمر المختار: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. مرحب بالجنة جت الدنة، مرحب بالجنة جت الدنة. بعدين قلت نشيد: يا قذافي وينك بن علي ومبارك منتظرينك، يا قذافي وينك دم الشهداء بينا وبينك، يا قذافي وينك عمر المختار بينا وبينك، يا سفاح كفاية ظلم خليت البلاد دم في دم. ما شاء الله. بعدين قلت زنجة دار يا قذافي جبت العار، زنجة دار يا قذافي جبت العار، زنجة دار السلوس مع الثوار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما قلت شاء كده الله بقى. ما شاء الله. قلت كده. أشكرك ياسين، أشكرك جزيلا. أنت ألقيت الخطاب دوت فين؟ ألقيته أنا بقول يجب أن نحيي ثورة 25 يناير، يعني الثورة المصرية. هل شاركت في الثورة المصرية؟ نعم. شاركت في الثورة المصرية؟ نعم. نعما. ثورتين، المصرية والليبية، نصفي ليبي ونصفي مصري، لأن هناك سملوس مصريين وهناك سملوس ليبيين، وأنا من السملوس، من هذه القبيلة العريقة، القذافي الذي قل شأنها لكنها عريقة. والقذافي قتل العديد، قتل الشيوخ والنساء والأطفال والشباب والعجائز، وسجن ياسين، هنروح لقصي، عشان أنا شايف قصي كده عاوز يقول حاجة. قصي، أنا حاسس عليك خطاب شديد قوي عاوز تقوله، عشان نرجع تاني لياسين، لأن ياسين بيقول كلام جميل قوي قوي قوي، وعايزين نعيش معاه بجد، يعني بيقول أنا نصفي مصري ونصفي ليبي. أنت كمان نصفك مصري ونصفك ليبي؟ أيوه. تمام. أنت أخوه. طب اتفضل بقى قول لنا الخطاب بتاعك الجميل اللي أنت ألقيته برضه في الثورة المصرية. أنا عندي خطابين. خطابين اتنين؟ أو ممكن خطاب. لا خليهم اتنين. ماشي. نقول واحد دلوقتي وبعدين نرجع لياسين ونرجع لك تاني. يلا بقى أنا عايزك كده تقول. قصي. يلا قصي. خطاب. يا رعار القذافي بيقتل شعب بنار، يا رعار القذافي بيقتل أحفاد عمر المختار. هو ده الخطاب الأول. أمال الخطاب الثاني ده هتاف، ده يقصد هتاف. ما شاء الله ما شاء الله، هو شغال ما شاء الله. اسمع قول يا قصي، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. على القذافي أن يرحل من دولتنا ويأتي إلى دولته ويعود كما كان يفعل، ولا يأتي إلينا ثانية، وأنت لك دولة أنت حر فيها، نحن لنا دولة نحن حرين فيها، لكن كل شيء
سيكون بالعدل، لكن لا تأخذوا المال فاشتغلوا وأنتم تأخذون الكثير من المال. إن انشغلتم كلكم ستأخذون الكثير من الأموال ولم تقتلوا أي شيء منا، ولا تقتلوا أيا منكم، ولم تقتلوا أيا من أي دولة. إن قتلتم سوف تقتلوا كل الدول الآتية ثانية، وتعيد كل القتل، ونفعل الحاجات التي قلناها في ميدان التحرير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا كمل، أنا عايز قول خطاب يا طب معانا يا اتصال الأول، حبيبي ناخد اتصال. أخويا. قول خطاب ناخد طويل اتصال يا الأول. حبيبي. السلام عليكم، معانا اتصال من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. والسلام عليكم. وعليكم ألو. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سامعني؟ أنا سامعك، اتفضلي. أولا حابة أشارك عشان الأولاد هدومايا قصي وياسين ما شاء الله تبارك الله عليهم، هدومايا شايفين فيهم شباب ليبيا المستقبل إن شاء الله إن شاء الله تبارك الله عليهم، ربي يبارك لهم ويحفظهم. وإن شاء الله يا قصي ويا ياسين زي ما قلتوا القذافي إن شاء الله حيرحل في القريب العاجل، وزي ما قلت قذافي ليبيا حرة والقذافي يطلع برا إن شاء الله إن شاء الله بأمر الله وبإذن الله، وثوارنا للأمام مش هو اللي للأمام. ومصر وليبيا فعلا زي ما قلت يا قصي ويا ياسين، فعلا ليبيا ومصر إيد واحدة، وإحنا هنا في مصر فعلا واقفين جنبنا ثوار 25 يناير مساندينا. ومصر يكفي ان هي حتى لو في الوقت الحالي مش ما فيش امكانيه اعتراف المجلس الانتقالي، ولكن يكفي وقفه مصر جنبنا انها فتحت لنا المعبر، وان في مساعدات وفي استقبال للجرحى، وما شاء الله. ومصر واولاد مصر احفاد عمرو بن العاص طبعا مشهود لها من قديم الزمن بوقفاتها، وهي أم الدنيا. تبارك الله عليكم وربي يحفظكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفعلا مصر أحفاد عمرو بن العاص، أحفاد قطز، أحفاد صلاح الدين. عندما تولى القيادة في مصر حكام يعرفون الله قهرنا التتار وقهرنا الصليبيين، وعندما تولى القيادة في مصر حسني مبارك أخذنا كأس الأمم 3 مرات. اتفضل يا قصي ياسين. كمل اتفضل. كما قالت ان ليبيا ومصر ايد واحده، هي يد واحده حقيقيه، وانا اقول ان مصر وليبيا ايد واحده حقيقيه، ونحن نتمنى من ابن عم القذافي احمد قذافي الدم أن يرحل عن مصر، لأنه يشوه سمعة مصر الحبيبة العظيمة. يقول إنه يحضر مرتزقة مصرية، وهذا كذب. اللي يقتلوا الليبيين هذا كذب، ليس حقيقة، ليس حقيقة. المصريون لا يفعلون هذا. نعم نعم، لأنهم إخوة. طب أنت بتقولي للمرتزقة اللي كانوا بياكلوا ويشربوا في ليبيا والآن يقتلون الليبيين، تقول لهم إيه؟ وهتعمل معهم إيه بعد ما الثورة تنجح إن شاء الله؟ سوف نطالب بمحاكمتهم، وليس محاكمة، ليس بالشاذ، إعدام. زي ما تحكم المحكمة، أكيد المحكمة هتحكم بالإعدام، ما هو قتل. هناك بلطجية ليبية، بلطجية من الجدادفة القذافي. الجدادفة دول اللي هم قبيلة القذافي؟ يقولون نعم. يعني العيلة دي، القبيلة دي بتاع القذافي، وهي اللي واقفة معاها دلوقتي. طب انت بتقول لهم ايه؟ والزنتان، شوية من الزنتان، من قبيلة الزنتان. زنتان. تمام. تمام. طب قصي انت كنت عايز تقول يعني الجماعة اللي بيقتلوا في الليبيين اللي هم المرتزقة، بين القذافي. دول عايز تقول لهم القذافي برضه. تقول لهم ايه دول؟ انا عايزه اقول لهم، كنت عاوز تقول لهم ان هم
إنهم يرحلوا من دولتنا حالا، حالا. وبس ما يقتلوش أي واحد منا. يعني انت خايف فعلا؟ يعني انت تخاف تروح دولتك دلوقتي؟ يعني هو مستحيل. خلصوا القتل اللي في مصر، بعدين انتقلوا إلى ليبيا. يعني لو خلصتوا ليبيا برضو هنبقى ليبيا ومصر اتحررت. مصر اتحررت. أيوة. فاضل ليبيا. ولكن هناك شيء. اتفضل. تفضل. هناك مرتزقة ليبية من القذافي وأحمد قذافي الدم، يقولون للبلطجية المصرية أن تقتل بعض من الناس. أنت تعرف الظروف وتعرف ما المطلوب للقذافي أن يقتلها. عودة قصير. تعرف. طب هل يمكن أن أدخل الحمام؟ ممكن تدخل الحمام؟ أنت عايز تدخل الحمام؟ أيوة. طب ماشي اتفضل. شكرا. طب ناخد فاصل على ما يرجع إن شاء الله. هناخد فاصل ونرجع تاني. ما بيفهمش عربي كلموه عبري. أسد علي وفي الجولان نعامة، زنجة زنجة دار دار، والقذافي بيضرب نار. هذه شعارات ليبيا ومصر وسوريا. نعود إلى أحفاد عمر المختار حتى نكمل ما تبقى من حلقة جيل المستقبل. تفضل ياسين. هناك شيء في ليبيا يريد القذافي أن يكسب. هناك خطة كشفها ياسين السملوسي، خطة كشفها هو أبي، كشفها من خطة القذافي من حدود المصرية، إنهم يتجه من الحدود المصرية الليبية من الجنوب لبنغازي، المنطقة التي سنذهب إليها من فوق، لكي يقتلوا فيها الجدادفة يسمونه بالدبابات وجيش القذافي الكبير. طب ممكن ناخد بابا معانا؟ الأستاذ ياسين السملوسي، والد ياسين ووالد قصي. السلام عليكم أستاذ ياسين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخبارك أستاذ وليد؟ الحمد لله. أولا أستاذ وليد، احنا بنشكركم جزيل الشكر على المجهود الكبير اللي بتقوموا به في قناة الحكمة، فريق العمل بشكل عام، وحضرتك يا أستاذ وليد بشكل خاص في مؤازرة الثوار العرب في كل أنحاء العالم العربي الكبير من شرقه إلى غربه. فالقاصي والداني يعني تماما الدور المتميز الذي تقوم به قناة الحكمة وكل القائمين عليها، وحضرتك شخصيا في مؤازرة الثورة التونسية وإتمام نجاحها، وكذلك في الثورة المصرية، والدور المتميز الذي لعبتموه في إظهار الوجه القبيح والسيء للطاغية السوري بشار الأسد، وفي مسلسل الكشف والإعلام الحر الذي بدأ يظهر في العالم العربي في الوقت الراهن. يتم المسلسل اليوم بإظهار الوجه الحقيقي للطاغية المستبد معمر القذافي الذي قضى على الأخضر واليابس في ليبيا الحبيبة. وكل الإخوة الذين أراهم في العالم العربي يقولون متى ظهر الأستاذ وليد؟ لو كان هناك الطاغية مبارك ما ظهرت القناة الحكمة بهذه الصورة، وما كنا نعرف هذه الشخصية العظيمة الأستاذ وليد في الدور الذي يقوم به من فن رائع ومتميز كنا لا نراه إلا في المجتمع الغربي. فأنا أشكركم بشكل شخصي على الدور العظيم الذي تقومون به، ونرجو منكم أن تستمروا على هذا النهج، لأننا نتعشم فيكم ونأمل فيكم الكثير والمزيد في المرحلة القادمة إن شاء الله. أستاذ ياسين، إن شاء الله حضرتك طبعا رئيس الثوار العرب، رئيس اتحاد الثوار العرب. عظيم. إن شاء الله احنا عملنا شخصية بشار الأسد، وعملنا شخصية عظيم. وعملنا شخصية مبارك قبله، وعملنا القذافي دلوقتي،
واحنا ان شاء الله بنتمنى ان احنا نكون موجودين في سوريا وفي ليبيا على الجبهة ان شاء الله. ولو لو لم يمكن لنا ان نصل اليهم الان بعد نجاح الثورات ان شاء الله سنذهب ونحتفل معهم في سوريا بشخصية بشار، وفي ليبيا بشخصية القذافي، كما احتفلنا في ميدان التحرير بشخصية مبارك. هذا ما أستطيع أن أقدمه للثورات. أستاذ ياسين، أنا بشكرك جدا على المداخلة الجميلة ديت، وبشكرك على أبنائك اللي إن شاء الله بينتظرهم مستقبل باهر، ياسين وقصي. جزاكم الله خيرا على الخطاب وعلى تواجدكم في ميدان التحرير مساندين للثورة المصرية. فأنا كنت في ميدان التحرير ورأيت خيمة النهار التي كنت أنت مقيم فيها، وشاهدنا ياسين وهو يخطب على المنصة الرئيسية في ميدان التحرير مساندا لإخوانه في الثورة المصرية. ونحن الآن نقوم بالدور ونقدم لكم العون ونقدم ما نستطيع أن نقدمه. أولا ده الشيء شهادة من قناة متميزة وقناة عظيمة، كل القائمين عليها يتقون الله في كل أفعالهم وأقوالهم، فهذا تاج سوف يظل على رؤوسنا طيلة الدهر. ونتمنى من الله العلي القدير أن تنهج بقية القنوات الأخرى نهج قناة الحكمة، وأن يفعل كل القائمين عليها ما يفعلونه رجال قناة الحكمة. حفظكم الله ورعاكم، وأتمنى من الله العلي القدير أن يسدد خطاكم في المراحل القادمة كي نحقق للشارع العربي ما يصبو إليه وما يأمل أن يحققه خلال 100 عام الماضية، بأن نزيل الحدود التي وضعها سيكس بيكو ثم رفع أسوارها هؤلاء الحكام المستبدين والطغاة. وبعد أن رحل سيكس بيكو صار هؤلاء الطغاة والمستبدون يحققون كل رغبات الغرب، ولكن بعد أن يرحل هؤلاء لن تحقق إلا طموحات وأماني الشعوب العربية. فالمستقبل بمشيئة الله تعالى للشارع العربي وليس للمستبدين ولا الطغاة. فأنا أشكركم على هذه الاستضافة. إن شاء الله إن شاء الله. نشكر الأستاذ ياسين السملوسي رئيس اتحاد ثوار العرب، كما نتوجه بالشكر للأستاذ الصحفي الكبير الأستاذ عمرو أحمد الصحفي بجريدة الشرق الأوسط، اللي هو أثنى على البرنامج وأثنى على الشخصيات اللي عملناها في الميادين، والمتخصص في الشأن الليبي. أشكره على جهوده مع إخواننا الليبيين هنا في القاهرة. نرجع تاني لياسين، وياسين كان بيتكلم على نقطة مهمة جدا. ياسين، أنت كنت عايز تقول إن إحنا كعرب، يعني إحنا كدول عربية إن شاء الله، يعني أنت شايف الدنيا عاملة إزاي بعد نجاح الثورات؟ يعني شايف إيه اللي ممكن يحصل بيننا؟ التعاون إحنا نتعاون، يعني الدول العربية تتعاون مع بعضيها. مثلا هنمسك مجال الزراعة. أي دولة ليها جفاف وحاجات، ليها جفاف. مثلا السودان عايزة تزرع حاجة، والصوماليين شباب عطلانين عن العمل، ملهمش عمل، عطلانين. هيروحوا يشتغلوا في السودان مزارعين في مجال الزراعة ما شاء الله. الزراعة. مجال الصناعة مثلا دول يوجد فيها مصانع كثيرة، ليبيا والخليج دول الخليج مثل السعودية في آسيا، الخليج الدول العربية في آسيا، ماشي. نعم. تمام. دول الخليج مثل نحن وهناك شباب عطلانين في هذه الدول. هناك شباب عطلانين في مثلا في أي دولة، مثلا عرب، مصر، يعني حضرتك عايز تقول ان يبقى فيه اتفاق على ان احنا الايدي العاملة يبقى فيه تبادل في الصناعة وفي التجارة وفي الزراعة. نعم. تمام. طب انت فاكر موضوع العبارة؟ لما نخلص موضوع الصناعة الأول هنخش على المواصلات. هتخش على المواصلات؟ إن شاء الله. طيب. بص، المجال الصناعة بنقول مثلا ليبيا ودول الخليج عندها أنا معايا بالظبط 3 دقايق، عايزك توجز بسرعة. ماشي. 5 دقايق 3 دقايق ولسه هرجع لقصي. مثلا مصري مالوش لغة وعطل عن عمل. شاب مثلا تمام. يشتغل بدل ما يجيبوا الآسيويين أو الأفارقة، الصينيين أو الأفارقة أو دول تانية أبطال القذافي أو إسرائيليين. فتح عليك.
يصنعوا في دي، يجيبوا العرب العطلانين يجيبوها. ونشغلهم ونخليهم منتجين. فاضل التجارة والمواصلات. م. المواصلات بدل ما نبني سفن وحاجات، نعمل سفن تغرق، نعمل كوبري ما بين مصر والسعودية. تمام. كوبري وده ممكن يتعمل فعلا؟ ايوه، بس كوبري بطريقة علماء ومعمرين بيعمروا، اللي هم معمار واثقين وعلماء معمار. احنا سمعنا ان كان الكوبري ده هيتعمل ومبارك رفض. خايف لحد يقع من على الكوبري يتعور يعني. ماشي. لا، لازم نعمل الكوبري ده، او قطار العربي يمر من القطار ده يمر. طيب في انا هرجع ياسين عشان بس مفيش وقت، عايز اخد قصي. خلصت المواصلات، دلوقتي التجارة. لا خلينا في التجارة، ناخدها في حلقة تانية عشان مفيش وقت خالص. انا خلاص ماشي. التجارة لا خلاص انا هاخد قصي بسرعة كده يا قصي. انت بتقول ايه للقذافي بسرعة؟ بقول له ان هو يرحل من البلد لحالا ويذهب الى دولته وياخد اخوانه وكل. هو ليه دولة؟ القذافي ليه دولة؟ مالي، مش كل واحد ليه دولة يعيش فيها. يعني هو مش من ليبيا؟ هو من ايوه، هو من ليبيا. طب احنا يعني انت عايز تقول ان هو يعني يتحاكم؟ ممكن يتحاكم. القذافي ممكن يتحاكم. بص القذافي من ليبيا يا حبيبي، القذافي من ليبيا. طب ليه بيقتل ليبيا؟ ما هو عشان هو خائن. عشان خانها يعني خانها. كان ليبي وخان. خانها عشان عايز الفلوس. فموضوع الفلوس مش مهم، المهم انك هتقعد في سعادة بس ما تاخدش فلوس ابدا. كل واحد ليه فلوسه ياخدها، بس ما يصرفش كتير. انا بقى هنعرف المشاكل ان هو محتاج الفلوس عشان يوزعها للشعب هو، واحنا نبقى فقراء يعني ما عندناش اي فلوس، وهو يبقى غني ودولته يبقى غني. ماشي ياسين ولا حتة قطعة. قصي، انا بشكرك جدا على الكلام الجميل اللي انت قلته. بشكرك يا ياسين. هؤلاء هم احفاد عمر المختار. ان شاء الله بوجه نداء للثوار العرب جميعا، اقول لهم اثبتوا على ما انتم عليه، فسلعة الله غالية جد غالية، نهرها ما هزؤت حتى يستامها المفلسون المعرضون الجبناء، ما هزؤت حتى يستامها الخونة والعملاء. سلعة الله الجنة، مهرها بذل النفس والنفيس لمالكها الذي اشتراها من المؤمنين. ويم الله ما هزؤت حتى يستامها المفلسون المعرضون الجبناء. لقد أقيمت للعرض في السوق لمن يريد، وقيل هل من مزيد، فلم يرضى لها بثمن دون حبل الوريد. سلعة الله الجنة. إن شاء الله نثبت لغاية ما الصورة تنجح، وإن شاء الله نعمل الحاجات الجميلة اللي قال عليها قصي واللي قال عليها ياسين. أختم كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عايز أقول حاجة بسيطة، الحلقة اللي فاتت بتاعت سوريا لو حد عاوزها موجودة على اليوتيوب، اكتب جيل المستقبل أو وليد الشيخ على اليوتيوب هتلاقي الحلقة بتاعت سوريا موجودة. وإن شاء الله الحلقة بتاعت ليبيا هتترفع هي كمان النهاردة أو بكرة بكتير خالص. اللي عايز ينزل إن شاء الله الحلقات ديت ويتفرج عليها براحته أو يحتفظ بيها أو يوزعها، إن شاء الله الحلقات موجودة على اليوتيوب باسم جيل المستقبل أو وليد الشيخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.